أحمد علي الأحمد، محافظة دير الزور، 1977، منطقة العزبة. من تقريبا 4 شهور سافرت على تركيا. فلما سافرت على تركيا ما تيسر الأمر، رجعت مرة مرتين، رجعت على راس العين. التقيت مع شخص أعرفه من زمان اسمه أبو سعد. أبو سعد معيجل. أبو سعد معيجل وصل لعند المساويات وقال لي إذا في مجال تشتغل معنا مع الميت التركي. عرفنا على شخص اسمه أبو سليمان أجبوري. أبو سليمان أجبوري حكى معي، قال لي بدنا إحداثيات ومواقع، مواقع عسكرية، إحداثيات القيادات. فبعد ما رجعت مباشرة التقيت مع شباب وباشرنا عمل. أرسلنا إحداثيات ومواقع للميت التركي لأبو سعد. أرسلنا مواقع بالمالكية، أنفاق، نعم، ومنطقة تتوينة مواقع عسكرية. تقريبا التوينة أكثر شيء، يعني صورنا كذا موقع. الأنفاق صورنا أنفاق وحددنا موقع وصور بس، هيك شيء. اسمي عبد الرحمن محمد شهاب، الحسكات قرية تتوينة، تولد حسكة قرية تتوينة. بلشت الشغل من شي 2 شهر تقريبا مع أحمد درويش. اجى لعندي وطلب مني إنه أصور 3 مواقع على طريقة توينة وإرسال إحداثيات له. وصورت له 3 مواقع وأرسلت له إحداثيات، بعت له يعني على الواتساب. ما يعني هو طلب، قال بعدين نشكل مجموعة من 6 أشخاص، 5 أو 6، بعدين قال 5، أول شيء قال 6، بعدين قال 5. قال ينطلب منا شغل تصوير كذا، إرسال إحداثيات. نفذت صورت هذين 3 مواقع، والموقع تبع الاستخبارات وموقع التصنيع الإنجليزي. اسمي مرتضى عبد الستار درويش، مواليد 1999 من دير الزور مرات. بلشت الشغل هذا تقريبا من شي مع الخلية هاي مع أحمد علي أحمد، من شغلت شي 3 شهور تقريبا. طلب مني أروح على المالكية غادي أشتغل بالأنفاق وأصور له غادي إحداثيات الأنفاق. صورت له الأنفاق غادي وخذها مثل قياساتها ايش قد طولها، وصورت له معمل غادي، معمل سلاح للرفاق، صورت له يا زادين. هم بعثوا لي إحداثية قاعدة للتحالف غادي، زاد صورتها له وبعث له إياها. إيه، وبعدها طلب مني أصور له بيت غادي للرفاق زادين، بعث لي إحداثيته وشي بس ما صورت له إياه. هنا صار بيناتنا اختلاف وما صورت له إياه، إنه ما بعد ما أحس أول ما أشتغل الشغل لازم يعطيني مصاري وما أعطاني مصاري. إيه، وتكون تاني إياه وما أعطاني مصاري، وتزعلنا إياه وما صورت له البيت لأنه ما أعطاني مصاري.